شرح قاعدة اللامات عشان نفرق ما بين لام النفي، لام النهي، لام الأمر، لام التعليل، لام الجر. كل واحدة منهم هنعرفها من خلال المثال الموجود قدامنا على السبورة. بص معايا على أول مثال بيقول إيه الأولاني؟ أنا لا أضل الطريق. لما نيجي أنا ده ضمير متكلم، ضمير إيه؟ متكلم. لا أضل، هنا أنت بتنفي عن نفسك ولا بتنهي نفسك؟ بتنفي الأمر عن نفسك، بتنفي الفعل أهو. لا أضل دي إذن فهي لام النفي. طب تعمل حاجة في الفعل؟ لام النفي لا تفعل شيئا، ما تعملش حاجة في الفعل المضارع أولاد. لا هي تنصبه ولا تجزمه ولا تعمله أي حاجة خالص. إذا الفعل المضارع بعدها أهو فعل مضارع مرفوع بالضم، لأن قبله إيه؟ لام النفي. والفعل أهو، والفعل بعدها مرفوع بالضمة الظاهرة. بالضمة إيه؟ الظاهرة. معايا؟ طيب نروح للمثال الثاني. اقرأ معايا أهو. لا تتعجل في السحور ليلا. هنا أنا بقى بنفي عنك ولا بنهاك؟ بنهاك عن فعل شيء معين أهو. ما تتسرعش، يعني ما تتسحرش بدري عشان ما تجوعش، عشان في رمضان دلوقتي مسلم طيبين. يبقى لا بنسميها هنا ناهية. بنسميها هي يا أولاد لا ناهية. ولا الناهية بتعمل إيه؟ تجزم الفعل المضارع. والفعل هنقول والفعل بعدها مجزوم وعلامة جزمه السكون. وعلامة جزمه إيه؟ السكون. والسكون علامة الرفع. اللي بعده لتكن اقرأ جيب. لتكن صادق الوعد. تاني لتكن صادق الوعد. كلام فيه ايه؟ فيه طلب، فيه امر. لتكن انا بطلب بأمرك. يبقى اذا اللام دي اسمها لام ايه؟ لام الامر. لام الامر. ولام الامر زي لام ناهية يا اولاد برضه تجزم الفعل المضارع. والفعل بعدها مجزوم وعلامة جزمه السكون. وعلامة جزمه ايه؟ السكون. تمام؟ يبقى لتكن صادق الوعد. اللام لام الامر، والفعل بعدها مجزوم لان دي لام الامر فيها ايه؟ شرط الامر. طيب نروح للي بعدها. أذاكر لأنجح. بتجاوب على سؤال انت بتذاكر ليه؟ انت بتقوم سادس ما كملش فيه. ركز. أذاكر بتذاكر ليه؟ هتقول أنا بذاكر. أقول لك أنت بتذاكر ليه؟ لماذا تذاكر؟ هتقول لي لأنجح. يبقى هنا في علة للمذاكرة. علة لإيه؟ عشان كده سموها لام التعليل. سموها لام إيه؟ خليك أنا اسمع هنا. سموها لام التعليل. لام إيه؟ أذاكر فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. طيب ليه بذاكر؟ لأنجح. اللام هنا بنسميها اللام لام التعليل. اللام للتعليل يعني ذكرت السبب. فبتعمل ايه لام التعليل يا اولاد؟ تنصب الفعل المضارع، والفعل بعدها منصوب بالفتحة الظاهرة. بالفتحة ايه؟ الظاهرة. يعني ايه؟ لأنجح. احط فتحة على اخره. طيب نروح لاخر مثال. ذهبت فعل فاعل. ذهب فعل ماضي مبني على السكون لاتصال التاء الفاعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. بنختصر الكلام ونقول فعل وفاعل على بعضهم. ذهبت ليه؟ لزيارتي. ابص على كلمة لزيارتي. زيارة اسم، ومن صفات الاسم دخول حرف الجر عليه. إذا اللام اللي داخله عليه دي اسمها لام الجر. لام ايه؟ الجر. ايه حروف الجر؟ من إلى في عن على الكاف والباء واللام. كان من إلى في عن على والكاف والباء واللام. كان من إلى في عن على والكاف والباء واللام. يلا نقولوا كده بسرعة. من إلى في عن على. من إلى في عن على
زيارتي. زيارة اسم، ومن صفات الاسم دخول حرف الجر عليه. إذن اللام لام الجر، والاسم بعدها اسم الدور إن شاء الله. والاسم بعدها مجرور، وعلامة جره الكسرة. وعلامة جره إيه؟ الكسرة. فهمت حاجة من اللي أنا قلته؟ بص معايا. لام النفي تدخل على الاسم والفعل سياق. لام النهي تدخل على الأفعال بس. لام الأمر تدخل على الأفعال بس. ولام التعليل عندنا 3 بيدخلوا في الأفعال بس. لام الأمر ولام النهي ولام التعليل يدخلوا على الأفعال. أما لام الجر فهي تدخل على الأسماء فقط، وهذه كانت اللامات. أرجو تكونوا فهمتوها إن شاء الله.